رمضان أهلا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في هنا وسعادة وصحة وسلامة وخير يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا بتسألوا احنا بنعمل ايه، بتعمل ايه يا ام عمر؟ احنا في رمضان عايز الحاجات اللي ايه الصبحة، عايز حاجة طرية على طول كده عشان السحور وكده. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلال في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ معانا 2 كيلو دقيق. كنت جايبه كيلو ونص الدقيق استرالي ب30 جنيه، وحطيت نص كمان عليه ايه علامه. نخلته وظبطته، ومعايا طبق فيه حتتين سمنه كده بلدي من قلبك يحبهم. ومعانا وعليهم ايه يعني قد نص كوبايه زيت كده ولا حاجه. طبعا الدقيق معانا مش كتير، مش هنكتر حاجه. وكان عندي اصلا ايه اللبن رايب، كنت مروباه عشان ايه اعجن بالقرصه. اللبن رايب، وحطيت معلقتين سكر ومعلقه صغيره ايه ملح، معلقتين كبار سكر ومعلقه صغيره ملح. والخميره طبعا ايه كني بستعملها على طول، فعارفه انها ايه كويس. طبعا كل حاجه عايزه عجين، تنيت اعجن فيها جامد. عجنت على اللبس الاول وانزل باللبن شويه بشويه. هما كانوا شويه صغيرين اصلا او مش باينين حتى في الطبق الصغير ده. اعجن 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 بكل عافيتك بقى، كل قوتك تعجني كويس قوي عشان ايه تخدمي الحاجه تطلع يعني ايه تطلع لك احلى حاجه. في الاخر لما كنت اجي اختمها بقى خلاص، قمت انا عندي كيس فانيليا حطيته عليها، بتدي ريحه جميله جدا. تنتي اعجن فيها جامد جدا والدنيا كل حاجه هاديه وبطئ الفيديو عشان انتوا تشوفوه. ما شاء الله طالعه عامله جميله. ده الصراحه عجنتها بالليل بعد ما جيت من الشغل، وخبزتها ايه الصبح، قرصتها الصبح وخبزتها الصبح. بحط اصابعي فيها ما شاء الله، مش مفلقه ولا مش زي ما بيقولوا، لا انا العجينه بتاعتي ايه طريه وجميله وسلسه كده جميل ما شاء الله. اهي كنت ايه قمت عملتها قرصتها، طلع الهواء اللي فيها. قرصت ايه حته صغيره قد البيضه هي كده، او زي ما انت عايزه الحجم اللي انت عايزاه. عايزاها اكبر بتقرصتها ايه قد الايه استفندية كده، او البرتقال اللي هي البلد الصغيره دي. بس انا عاملاها صغيره قد البيضايه كده. اخلص واوريكم بقى اهو طلعوا في الصاج ما شاء الله. طبعا ايه في كبير وفي صغير. خبزناهم فوق على الطاوليه اهوت على السطح في الفرن البلدي. ما شاء الله. كان حد بيخدعلي او بيكسرلي او بيخبزلي زي ما بتقولوا، وانا كنت بحط ايه في المكنه. ما شاء الله. طبعا مش عايزه خبزه لوحدي، في برضو كان اللي عامل قراص وكده. مش هولع الفرن ليا لوحدي يعني على الكيلو بتاعي ده، لا طبعا. اهو كانت عمتي كمان هي عامله، اللي جارتنا كانت عملت قبل مني ما شاء الله. كانت عامله قبل مني، هي كانت قايله لي يعني، قلت شجعتني ان انا اعمل يعني. انا عامله ايه كيلو ونص او 2 كيلو على قدنا، هي عملت ايه بتاعها. المكنه طبعا بنعاير العيار بتاعها يعني، ديت مش زي العيش. العيش بنعمله على الستة او الخامس، انما ده هنعملها ايه على الاتنين او التلاتة، على حسب بقى ايه العيار بتاعها. عايزاها يعني تخينة، عايزاها رقيقة، هي كده كويس اوي. خلصنا طبعا. ولعنا الفرن وبنصلحه بأي حتة قماشة صغيرة كده، وبنبلها مية ونصلح ايه عشان ايه اللهم صل على محمد ما فيش حاجة عفرة تيجي في ايه في أرضية القرصة.
وطبعا احنا برضو ايه بنمسح القرص بعد ما تطلع. ما شاء الله، اللهم بارك اهو. هي ما شاء الله ما شاء الله شاطرة يعني قدام الفرن كده. حطها على الأرضية، تحط لها ملح. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. شهر الفرحة، شهر البركة، شهر الخير، شهر القرآن، شهر الرزق، شهر كله ما شاء الله. اللهم بارك. طبعا بناخد قرصة قرصة وبنمسحها وبنحطها ونكيسها. بحطها في كيس، احطها في الفريزر بقى واسيب كيس بره ناخد منه. ما شاء الله طالعة جميلة جدا وطعمها جميل جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا عشان تاخدوا حسنات واحنا هناخد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بقى هنا كده كنا قربنا نخلص اهو. هي كده خلصت بتاعها، ده كان بتاعنا احنا. ما شاء الله. بتدير واحدة واحدة. احنا كنا بنحطه في سجان نحطها في الفرن. يعني كنا نطلع في الفرن ده او فرن الغاز. الفرن الغاز برضو بتبقى جميلة جدا جدا. في السجان بقى ما كانتش بنضطر ان احنا نمسحها ولا كده. يعني نحط السجان قبل بعض 2 أو 3 وتضير وتطلع ونحط نرصهم تاني. فقالت هنعملهم ايه على العرصة. على العرصة على طول كده، يعني اسمها العرصة. ما شاء الله. هي شاطرة شاطرة ما شاء الله قدام الفرن. شوف القرص قد ايه ما شاء الله. طعمها كان جميل جدا. اتفضلوا قرص. طبعا بتنفع في السحور، في الفطار، في الايام العادية بنغمس بها شاي، شاي بلبن. زي ما يكون بقى ممكن تتاكل حاف، تتاكل حاف اصلا نحبها سخنة كده حاف. ما شاء الله اللهم بارك. احلى قرص بلد فلاحي. قرص الفلاحي. طبعا في ناس بتكبرها عن كده، فانا حبيتها كده عشان ايه، يعني اللي ياخد واحدة واخد 2 وخلاص، بدل ما تبقى كبيرة وتقطم. لا هي كده وطرية جدا وجميلة جدا. اللهم بارك. ده على السطح فوق ما شاء الله. فرن بلدي على السطح فوق. في ناس تعمله في حتت واسعة تانية، بس هو عندنا على السطح. اتفضلوا معانا القرص. مع 1000 مليون سلامة. أحلى عيلة في الدنيا. مع السلامة.